لما بنسمع كلمة فندق أول حاجة بتيجي في بالنا غرف عادية وسرير مريح وخدمة تقليدية. لكن في أوروبا الموضوع مختلف تماماً. هناك هتلاقي فنادق غريبة جداً بتتحول فيها الإقامة نفسها لمغامرة فريدة مش ممكن تنساها. خليني دلوقتي أخدك في جولة أغرب الفنادق الموجودة في أوروبا. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. آيس هوتيل في السويد. تخيل فندق كامل مبني على الجليد والتلج، من أول الحوائط والسقف لحد السرير نفسه. درجة الحرارة جوه الغرف بتكون تحت الصفر، لكن بيتوفر لك أغطية خاصة تحافظ على الدفء. المميز إن الفندق ده بيتجدد كل سنة بتصاميم فنية جديدة، وبيعتبر معرض فني متجمد بيشارك فيه نحاتين عالميين. فاساتورم هوتيل ده موجود في كولونيا بألمانيا. تخيل برج مية ضخم من القرن ال19 يتحول لفندق 5 نجوم. الفندق حافظ على الطابع التاريخي للبرج، لكن في نفس الوقت هتلاقيه مزود بأحدث التصميمات العصرية. الإقامة هناك هتحسسك إنك عايش في قلعة تاريخية، لكن بكل رفاهية العصر الحديث. كاكسلوتن أركتيك ريزورت. المنتجع ده من أكتر الأماكن الرومانسية وغرابة مش بس في فنلندا، ده في العالم كله. الغرف فيه على شكل إيجلوز وبيوت بطاريق زجاجية، ومن سريرك تقدر تشوف السما الصافية. إحساس إنك نايم تحت أضواء الطبيعة بشكل مباشر هيخلي الإقامة هناك تجربة مش عادية. تري هوتيل الموجود في شمال السويد. وسط الغابات هتلاقي فندق معلق على الأشجار، كل غرفة فيه مصممة بشكل مستقبلي مختلف، زي شكل طبق طائر أو غرفة كلها مغطاة بالمرايات بتعكس الطبيعة حواليها. الفندق بيجمع بين الهدوء والابتكار، وبيخليك تعيش تجربة وسط الطبيعة من منظور مختلف وجديد تماماً. في النهاية خليني أقولك إن الفنادق دي مش مجرد مكان للنوم وخلاص، دي تجارب بتتحفر في الذاكرة. لو حابب تقضي أجازة مش عادية، فحب أقولك إن أوروبا مليانة مفاجآت. هنستناكم تقولوا لنا في التعليقات يا ترى أنهي فندق من دول عندكم الجرأة إنكم تجربوه. وما تنسوش اعملوا لايك وسبسكرايب في القناة علشان توصلكم كل ترشيحات منفيس.